اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل ملمع اساس شمعي مبني على شمع الاستياريك. ده الاستياريك اسيد، ده عبارة عن مادة صلبة كده، شمع بيسيح بالحرارة، ودي المادة المسؤولة عن ان هي تتصلب على سطح المادة وتعمل لمعة خفيفة. مادة تانية معانا هي ترايسينول امين، دي مادة قاعدية هتتفاعل مع شمع الاستياريك او زيت الاوليك عشان خاطر تعمل عمل استحلاب. وده زيت الاوليك، ده زيت ممكن يتفاعل مع التريسانول امين، وده بيمنع شمع الاستياريك من انه يتصلب. ده سيليكون 1000، زيت سيليكون، وده اللي بيدي لمعة للمادة بتاعتنا لما تتفرد على سطح الخشب. وعشان نبدأ هنجيب طبق هنحط فيه قطع الاستياريك، بعدين هنحط شوية من زيت الأوليك عليه. زي ما قلنا زيت الأوليك ده اللي هيمنع شمع الاستياريك ده من هو يتصلب. بعد كده نحط تراي إيثانول أمين، وبعدين نحط زيت السيليكون، ما بتحتاجش منه كمية كبيرة، ده بيدي لمعان فقط للسطح يعني. نحط كمان شوية تراي إيثانول كمان عشان الاستياريك كميته كبيرة. المفروض بقى ان احنا ندوب ده او نسيحه على حرارة 70. وعشان نعمل كده هنجيب طبق كبير، هنحط فيه مية سخنة بتغلي، بعد كده هنحط الطبق بتاعنا اللي فيه الشمع في المية دي عشان يبدأ ان هو يسيح المكونات بتاعته مع بعضيها. الموضوع ده بياخد وقت، بس احسن من انت تحطه على النار، لانك لو حطيت الكلام ده على النار ممكن الطريق الثانوي يطلع بخيرة مزعجة. فالحمام المائي افضل شيء ان انت تدوب الشموع والحاجات دي من غير اي مشاكل. هي بتسيح عند حرارة 70 وخلاص، الستارك بيسيح عند حرارة 70. طبعا لو مستخدم ستيارك باودر هيسيح معاك بسرعة كبيرة جدا، انما انا مستخدم قطع كبيرة من الستيارك. زي ما انت شايف هو بيبدأ يسيح ويمتزج بباقي المكونات. في طرق كتير ان انت تعمل ملمع الاساس. في ناس بتعمله سايل، انا هعمله مادة صلبة طرية. في ناس بتعمله سايل مستحلب برضو بيتبخ ببخاخات، برضو من مكونات متشابهة يعني او مشابهة. زي ما انت شايف الاستيرك بدأ يسيح اهو، والمادة بدأت تتجانس بالكامل. طبعا في اكتر من 50 فورمولا ازاي تعمل ملمع الاساس، دي مجرد واحدة منهم. ان حبيت تعرف طرق تانية اكتب لي تحت في التعليقات، ممكن اعملها يعني. اللمعة بتاعته مش عالية اوي، فهضطر احط شوية زيت سيليكون زيادة. برضو ما تحطش كتير اوي لان زيت السيليكون ممكن يفصل عن باقي المكونات. زي ما انت شايف امتزجوا بالكامل وبقوا حاجة واحدة. المفروض بقى ان احنا نسيب الكلام ده يبرد عشان نوصل القوام المنتج النهائي اللي هنبدأ نستخدمه. اللمعة زي الفل،
والمادة بتنشف على الايد بسهولة اهي، مش ما بتسيبش بواقي زيتية يعني على الايد، يعني مش زيت يعني. هنبرد بقى المنتج لحد ما نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. سيبه وارجع له بعد شوية يكون برد شوية. بعد ما برد بقى بالشكل ده، بقى شبه الكريم. عايزين نجربوه بقى عشان ايه تشوف اللمعة. للأسف مش هينفع اجيب حاجة خشب اوريها للكاميرا، فهجيب كرتونة عندي عليها طبقة من دهان شبه الدهانات اللي بتدهن بيها الخشب، وهنجرب عليها عشان خاطر تبان للكاميرا بس. فدي الكرتونة عندي عليها طبقة من الدهان، وهنجرب نلمع بيها الكرتونة. طبعا المادة دي عشان شبه صلبة بتستخدم قطنة مثلا او قماشة في ان انت تفردها على السطح اللي انت هتشتغل عليه، وبتفركها كذا مرة لحد ما تعمل طبقة رقيقة جدا على السطح تديك اللمعة المطلوبة يعني. في ناس ممكن تعملها سايلة وتكب على طول باستمرار كده وتشتغل، بس المادة السايلة في الغالب هيبقى نسبة الزيت فيها عالية، مش هتعمل طبقة شمعية يعني. ميزة الطبقة الشمعية طبعا انها ما بتسيبش الملمس الزيتي ده، لان في ناس ما بتحبش الملمس الزيتي ده، عشان مثلا هدومها بتتوسخش لما تقعد على الاساس، او الفرشة نفسها اللي محطوطة حوالين الاساس ما تتوسخش. فلو كان شمع زي كده مش هيسيب اي بواقي، بس طبعا في استخدامه لازم ان انت ايه تعمل كذا فركة كده ايه للسطح عشان ما تسيبش منه اي بواقي على الايه السطح. زي ما انت شايف مفيش اي بواقي زيت على السطح، بس لازم ايه تنضف كويس بقماشة ايه ناشفة. ادي اللمعة اهي، مفيش اي زيت على السطح. اتمنى يكون المنتج عجبكم. لو حبيت اي تركيبات تانية عن الملمع الاساس دي تتعمل، اكتب لي تحت في التعليقات، ان شاء الله اعمل لكم فيديو عنها. وسلام. ايه ده يا مرزوق؟ مزنوق في البنطلون يا وهيبة. مرزوق ايه ده يا مرزوق؟ شوفي لي جنس يكون عليه القيمة. مرزوق ايه ده يا مرزوق؟ جنس مصانع جميل وجمال، يخلي الفيل ولا احلى غزال. لو ويا البوت ويا الزعبوط جنس ومظبوط ولا كان عالبال، ده جنس مصانع جميل وجمال. مرزوق